أهلا بيكم في قناة ساندويتش إنجليزي، القناة اللي هتخليك تتكلم بطلاقة. إحنا بناخدك من البداية للاحتراف، بنخليك تتعلم كل الجمل الجاهزة اللي ممكن تقولها في حياتك وفي كل المواضيع. ومش موضوع واحد ولا حلقة ولا 2، لأ، إحنا بنقسم الموضوع على كذا حلقة عشان ناخدك فيه من البداية للاحتراف. تابع معانا الفيديوهات كل يوم، ووعد مننا هنخليك تتكلم بطلاقة. جرب وشوف بنفسك، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. النهاردة هنتكلم عن التقديم على وظيفة. لما تدخل على انترفيو مهم تبقى واثق من نفسك ومجهز إجاباتك. حاول تكون طبيعي ومبتسم. دلوقتي هنقول جملة مهمة: I am here to apply for the job. يعني أنا هنا عشان أقدم للوظيفة. التركيب بسيط، يعني أنا، وhere يعني هنا، to apply يعني أقدم، وfor the job يعني للوظيفة. تعالوا نقولها مع بعض. I am here to apply for the job. تمام؟ دلوقتي هنقول بديل I am here about the job opening. برضو معناها أنا هنا بخصوص الوظيفة المتاحة. نركبها إزاي؟ I am here يعني أنا هنا، و about the job opening يعني بخصوص الوظيفة المتاحة. تعالوا نقولها I am here about the job opening. ممتاز. دلوقتي البديل التاني I'd like to apply for the position. معناها أنا حابب أقدم على الوظيفة. I'd like اختصار I would like يعني أنا أحب، و to apply يعني أقدم، و for the position يعني للوظيفة. تعالوا نقولها مع بعض. I'd like to apply for the position. تمام؟ خلاص كده، برافو عليكم. دلوقتي هنكمل بالجملة التانية. Is this position still available؟ وده معناه هل الوظيفة دي لسه متاحة؟ التركيب هنا is this position يعني الوظيفة دي، و still available يعني لسه متاحة. تعالوا نقولها is this position still available. دلوقتي البديل الأول is the role still open. معناه نفس الشيء، هل الدور أو الوظيفة لسه مفتوحة. is the role يعني الدور ده، و still open يعني لسه مفتوح. تعالوا نقولها is the role still open. البديل الثاني is the job still up for grabs. برضو معناها هل الوظيفة لسه متاحة. up for grabs تعبير معناه حاجة متاحة للي ياخدها. تعالوا نقولها is the job still up for grabs. كل الجمل دي طرق مختلفة عشان تسأل نفس السؤال: هل الوظيفة لسه متاحة؟ لما نقول I saw the job ad online يعني أنا شفت إعلان الوظيفة على الإنترنت. I saw يعني أنا شفت، و the job ad يعني إعلان الوظيفة، و online يعني على الإنترنت. كلمة ad هي اختصار لكلمة advertisement يعني إعلان. فلما تقول I saw the job ad online معناها أنا شفت إعلان الوظيفة على الإنترنت. دلوقتي تعالوا نقولها مع بعض. I saw the job ad online. البديل الأول هو I came across the job post. معناها أنا صادفت إعلان الوظيفة. came across يعني قابلت بالصدفة، و the job post يعني إعلان الوظيفة. تعالوا نقولها I came across the job post. البديل الثاني I found the vacancy online. معناها أنا لقيت الوظيفة المتاحة على الإنترنت. found يعني لقيت، و vacancy يعني وظيفة متاحة. تعالوا نقولها I found the vacancy online. الجمل دي كلها بتعبر عن إنك شفت إعلان الوظيفة أو لقيتها على الإنترنت بطرق مختلفة. I have brought my resume ومعناها أنا جايب معايا السيرة الذاتية. I have brought يعني أنا جبت أو معايا، و my resume يعني السيرة الذاتية بتاعتي. I have brought دي زمن المضارع التام اللي بيربط بين الماضي والحاضر. I have يعني أنا معايا أو أنا قد قمت، و brought هي التصريف الثالث من bring اللي معناها يحضر أو يجلب. فالجملة كلها معناها أنا جبت معايا السيرة الذاتية. دلوقتي تعالوا نقولها تاني. I have brought my resume. ممتاز. Here is my CV. Here is معناها دي معايا دلوقتي، و my CV يعني السيرة الذاتية بتاعتي.
الجملة كلها معناها دي السيرة الذاتية بتاعتي. البديل التاني I have my resume with me. have هنا معناها أملك أو معايا، و with me يعني مصاحبة ليا دلوقتي. الجملة كلها معناها أنا معايا السيرة الذاتية. Do I need to fill anything out؟ ومعناها هل محتاج أملأ أي حاجة. Do I need يعني هل أنا محتاج، و to fill anything out يعني أملأ أي حاجة. تعالوا نقولها. Do I need to fill anything out؟ fill out يعني أملأ أو أركب نموذج كامل. with anything معناها أي شيء، عشان لو في حاجة إضافية محتاجة تتم. يعني الجملة كلها Do I need to fill anything out معناها هل محتاج أملأ أي حاجة. دلوقتي تعالوا نقولها مع بعض. Do I need to fill anything out؟ تمام كده؟ برافو عليك. البديل الأول هو Should I complete a form؟ Should I يعني هل يجب علي، و complete يعني أكمل، و form يعني نموذج. الجملة كلها معناها هل يجب علي أن أكمل نموذج. تعالوا نقولها Should I complete a form؟ البديل الثاني هو Is there a form to fill in؟ Is there يعني هل يوجد، و form يعني نموذج، و to fill in يعني لنملأه. الجملة برضو معناها هل يوجد نموذج يجب ملئه. تعالوا نقولها Is there a form to fill in؟ كل الجمل دي بتسأل لو في حاجة محتاج تملأها أو تكملها. الفرق بين fill in و fill out بسيط. fill out معناها إنك تملأ النموذج بالكامل أو كله من أول لآخره. أما fill in فبتركز أكتر على تعبئة أو ملء جزء معين من النموذج، مش بالضرورة كله. يعني لو حد قالك fill out the form يقصد كله، ولو قالك fill in your name مثلا يبقى عايزك تملأ خانة معينة بس. واضح كده؟ When can I expect to hear back؟ الجملة دي معناها إمتى أقدر أتوقع إن حد يرد عليا. expect يعني أتوقع، و hear back يعني أسمع رد. تعالوا نقولها مع بعض. When can I expect to hear back؟ البديل الأول When will I get feedback؟ feedback يعني الرد أو التعليق على أدائي أو طلبي. فالجملة معناها إمتى هيوصلني رد أو feedback. تعالوا نقولها When will I get feedback؟ البديل الثاني When should I follow up؟ follow up يعني أتابع أو أسأل عن نتيجة الطلب أو المقابلة. يبقى الجملة معناها إمتى المفروض أتابع معاكم. تعالوا نقولها When should I follow up؟ كل الجمل دي طرق مختلفة عشان تسأل عن الرد أو المتابعة بعد المقابلة. الجملة I am available for an interview anytime معناها أنا متاح للمقابلة في أي وقت. available تعني متاح، و anytime يعني في أي وقت. تعالوا نقولها مع بعض. I am available for an interview anytime. البديل الأول I am flexible with timings. flexible يعني مرن، و timings يعني المواعيد. فالجملة كلها معناها أنا مرن في المواعيد. تعالوا نقولها I am flexible with timings. البديل الثاني I can come in whenever suits you. whenever يعني في أي وقت، و suits تعني يناسبك. فالجملة معناها أنا ممكن آجي في أي وقت يناسبك. تعالوا نقولها I can come in whenever suits you. كل الجمل دي بتوضح إنك مرن ومتاح للمقابلة في أي وقت يناسبهم. الجملة This role matches my experience معناها الوظيفة دي متوافقة مع خبرتي. role يعني الدور أو الوظيفة، و matches يعني تتوافق أو تتناسب مع، و experience يعني الخبرة. تعالوا نقولها مع بعض. This role matches my experience. البديل الأول This position suits my background. position يعني الوظيفة، و suits يعني تناسب، و background يعني الخلفية أو الخبرة السابقة. الجملة كلها معناها الوظيفة دي مناسبة لخلفيتي. تعالوا نقولها This position suits my background. البديل الثاني It fits my skill set. It يعني هي، و fits يعني تتناسب أو تلائم، و skill set يعني مجموعة المهارات. الجملة معناها الوظيفة دي متناسبة مع المهارات اللي عندي. تعالوا نقولها It fits my skill set. كل الجمل دي بتوضح إن الوظيفة مناسبة لخبرتك أو مهاراتك. الجملة I am really interested in this opportunity معناها أنا مهتم جدا بالفرصة دي.
interested يعني مهتم، و opportunity يعني فرصة. تعالوا نقولها I am really interested in this opportunity. الفرق بين interested و interesting هو إن interested بتوصف الشخص إنه مهتم بحاجة. يعني مثلاً I am interested in this opportunity يعني أنا مهتم بالفرصة دي. أما interesting فهي بتوصف الشيء نفسه إنه جذاب أو شيق. مثلاً this opportunity is interesting يعني الفرصة دي شيقة. يعني interested بتوصف الشخص و interesting بتوصف الشيء اللي بيجذب الاهتمام. واضحة كده؟ البديل الأول هو I am keen on this position. keen on معناها إنك مهتم جدا أو متحمس للوظيفة. فالجملة كلها معناها أنا متحمس جدا للوظيفة دي. تعالوا نقولها I am keen on this position. البديل الثاني I'd love to be part of the team. I'd love يعني أنا أحب أو أتمنى، و to be part of the team يعني أكون جزء من الفريق. الجملة كلها معناها أنا أحب أكون جزء من الفريق. تعالوا نقولها I'd love to be part of the team. قول لي الجمل دي بتوضح إنك مهتم جدا أو متحمس للوظيفة أو لفكرة الانضمام للفريق. الجملة What are the working hours معناها ما هي ساعات العمل. Working hours تعني ساعات العمل. تعالوا نقولها مع بعض What are the working hours. البديل الأول What is the schedule like. schedule يعني الجدول أو المواعيد المحددة. فالجملة معناها الجدول شكله إيه. تعالوا نقولها What is the schedule like. كلمة schedule معناها الجدول أو المواعيد المحددة. يعني مثلا لما تقول What is the schedule like بتسأل عن شكل أو مواعيد الجدول. واضحة كده؟ تمام؟ البديل الثاني هو What are the office hours. office hours معناها ساعات العمل الرسمية في المكتب. الجملة دي بتسأل عن مواعيد العمل أو ساعات الدوام. تعالوا نقولها مع بعض What are the office hours. ممتاز، كده عندك أكتر من طريقة تسأل بيها عن مواعيد أو ساعات العمل. دلوقتي هنقول شوية مفردات هتفيدنا في موضوع التقديم على العمل أو الانترفيو. job interview يعني مقابلة عمل. resume أو CV يعني السيرة الذاتية. job vacancy يعني وظيفة شاغرة. application يعني طلب أو تقديم. qualification يعني مؤهل أو مؤهلات. experience يعني خبرة. skills يعني مهارات. full time يعني دوام كامل. part time يعني دوام جزئي. position يعني منصب أو وظيفة. employer يعني صاحب العمل أو الجهة الموظفة. candidate يعني المتقدم للوظيفة أو المرشح. خلصنا حلقة النهاردة، لكن لسه ما خلصناش الجمل. تابعونا في الحلقات الجاية عشان عندنا جمل تانية كتير هتفيدكم جدا في الانترفيو. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. أشكركم جدا على المشاركة والاهتمام، وإن شاء الله نكمل مع بعض في الحلقات الجاية جمل ومصطلحات تانية تفيدكم في موضوع التقديم على العمل. شكرا ليكم.